كل يوم مصيبة وكل يوم شغلة في البلد، والله ما بزبط. مرحبا، معكم محمد من برنامج في الشغل. بدون مقدمات، اليوم برنامجنا راح يحكي من بين قوسين عن غزة. كلنا عارفين شو غزة، كلنا عارفين شو بصير في غزة. بداية أنا شو بدي أحكي شو بدي أتكلم. إيه فلسطين كلهم على الجنة وبالأكيد باقي العرب كلهم على جهنم. بداية الأمم العربية في الأثناء الحديث والكلام كلهم يكونوا مثل الأسود، وأثناء الفعل لا يظهر لهم مثلهم، يكونوا مثل الأرانب. زعماء عرب بتكاثر على الكراسي، بتكاثر على المناصب، شعب غزة قاعد بموت، بيستشهد، أطفال بتموت، شباب بموت، صبايا بموتوا. ما في حدا مقدرهم، ما في حدا معبر عنهم، ما فيش حدا مقدر الظرف اللي هم فيه. هم شعب جبار، شعب باسل، احنا مش بحاجة العرب، احنا بحاجة لحدا يواسينا، يشد على ايدنا، يشد على المعنويات تبعاتنا. احنا ناس أقلية جدا في المجتمع، ولكن قليلين ولكن كثيرين في الشجاعة، ناس هم الأغلبية. فبطلب من الأمم العربية، بطلب من الرؤساء، بطلب من الزعماء، بطلب من الناس الكثار انهم يأيدونا في الحكي هذا. يطلبوا تهدئة، يطلبوا أي إسخان بين أي شيء يحل ظروف غزة. هذا الظرف اللي هم فيه مش ظرف، هذا واقع لازم الكل يتأثر فيه، هذا حكي لازم الكل يعرف عنه. عن أي ثلاثة قاعدين بيحكوا فيها؟ عن اللي بصير في غزة والأطفال اللي بتذبح والأطفال اللي بموتوا. شو اللي بده يصير فينا بعدين؟ الحين بيطلبوا في تهدئة بعد اللي سووه في غزة. تابعين غزة بدهم دولة ما بدهم التهدئة هذا، وإلا بالشروط اللي هم بيطلبوها. طبعا بداية عشان أعرفكم عن غزة، نص العالم ممكن أكثر نص العالم راح صار يعرف شو هي غزة. أول شيء بندعيهم الله ينصرهم ويثبتهم وينصرهم على عدوينهم، بيقدروا يعملوا أكثر من اللي هم عملوه. طبعا والله الفترة هاي غزة خاصة نصر المقاومة رفعت راسنا. كل يوم طلعنا بشيء جديد، كل يوم طلعنا شيء ما عمرنا توقعنا انه يصير بفلسطين ولا بغير فلسطين ولا بدولة عربية حتى. أعطيني دولة عربية واحدة تترجم حجر لو عندها حدود عصرية. أول شيء بقدم احترامي للدول اللي طلعت تضامن مع غزة، وبالنسبة للدول العربية هناك شعوب طلعت تضامن مع غزة، ولكن خزي والعار من السلطات والرؤساء العرب اللي قمعت هذه المسيرة. مش عارف يعني، أنا بطلت أعرف شو بدي أعبر وشو بدي أحكي. أنا إما بطلع على التلفزيون الزعيم العربي والزعيم العربي والزعيم العربي والزعيم العربي وعبد الفتاح ومحمد دحلان، هذاك بصير في الدول العربية، هذاك بصير في الأمم المتحدة، هذا وزير أوقاف، هذا وزير أبصار شو، وكله بيجري على كرسي. أين على ما فيش منطق، مش حكي هذا. في شعب قاعد بموت، في تأثيرات، في بوادر، في موادر، في إسخان بين، في أحزاب، في كتاب الأقصى، في جهاد الإسلام، في كتاب القسام، في مقاومة فلسطينية ترفع برأسنا قاعدة. احنا في الشعب الفلسطيني قلنا بخطر 3 مستوطنين في الخليج، غزة قامت نهضة الثورة من أجل الشعب الفلسطيني، مش من أجل شغلات ثانية. احنا قاعدين نطلق في العاز نارية ونطلق فرحات وابتسامات واكثر من هيك الحكي كليته. بتمنى من الدول العربية بس تنزل استنكار للي بصير في غزة. وبالنسبة للصواريخ اللي بتحكي عنها إسرائيل إنها صواريخ تحذيرية، هي صواريخ تدمير وليست صواريخ تحذيرية، هي عبارة عن قمع البيت من أساسه. واللي بطبلة المقاومة هذا بحكي عن الصواريخ صواريخ عبثية، والله يا عمي عبثية، والقصة مش هيك. القصة ولا خسارة بشرية ولا خسارة أرواح لليهود. قصة مبدأ، قصة إنه في ناس لحتى الآن بيشتغلوا بتحرر فلسطين، أول على آخر لو ما حرروهاش راح يكونوا عملوا إشي اللي يساعدهم إنه يوصل لهالطريق أو حدا يكمل الطريق عنهم. بعدين المقاومة مش هيك مبدأها إنه الحين في 6 مليون لاجئ أو مش 6 مليون مستوطن داخل الملاجئ. أكيد مش راح ننسى ال 250 شهيد وال 1200 جريح، بس برضه بنفس الوقت راح نعرف إنه الجبهة الداخلية بإسرائيل متفككة. هاي قاعدين يبعثوا رسائل للجيش خطوا على جبهتهم وهدوهم قبل ما يحاولوا يدخلوا غزة زي ما بيحكوا. أبصر يدخلوا ما يدخلوا، وإن دخلوا الله أعلم يطلعوا أو ما يطلعوا. بالنسبة للدول العربية كلها حامية رؤوسها قدام إسرائيل، كلها بتسوى الشيء صندل، وكلهم بيحكوا عن المقاومة، وصار اللي ما يسوى صندل يحكي عن المقاومة في غزة. المقاومة في غزة هي شرف فلسطين كله. بعدين يا عمي بقى فينا شعارات وبيع مبادئ ومش عارف ايش. بعدين احنا لعبنا بالحرب الأخيرة وتكشفت وراي كثيرة. في جيران يصير لنا ما بدناش نذكر أسامي لأنهم معروفين بحرضوا على أهل غزة وأهل القطاع إنه يذبحوهم ويقتلوهم. ما يا عمي بكرة أنا راح أختصر الموضوع في إنه كل كلب له يومه، مش راح أرد ولا واحد فيهم لأنه إحنا مش من مقامنا كفلسطينية يرد على ناس زي هيك. فكل واحد بيعرف شو بيحكي، كل واحد له حسابه بعدين. بعدين بدي أقول لك كمان موضوع صار في الفترة الأخيرة. التوجيه. يعني بصغار على النتائج قلنا معلش.
32 شهيد في غزة طلاب توجيه. هذا طلعت أمه تصيح وتنزل حلو لما مات، واللي كان أمه تحلم تدرس هندسة وراحت تسأل عن علامته هو الأسبوع مستشفى. شو بدنا نقول لهم هذول؟ هان عندنا في الضفة طلعوا يرقصوا وغنوا ومش عارف ايش وطخ ودنيا وقايمة. يا عمي شوف عيني كانت مسيرة في بلد ليش نذكر اسمه، كانت مسيرة مع تتضامن مع غزة ماشية ما شاء الله طلاب التوجيه واحد طخ من هان واحد طخ من هان، على ايش شايل بعتك يا عمي؟ هيروحوا والله ايش بخزي. وفي الاخر بيطلع بدخولك عشان ايش؟ والله ابني ناجح جايب 51 ولو الضراطه منك من 51 تبعاتها طز فيك 51 يا زلمه، يا زلمه في 34 شهيد يا زلمه، قدر يا زلمه، حط احساسك، اعتبر اخوك، اعتبر ابوك، اعتبر امك، اعتبر اختك اللي ماتت يا زلمه، كلهم طلاب اخوه واخوات إلنا هذول، شعب مرابط، شعب مساوي للشعب نفسه. هذا اللي بقدر احكيه، وربنا يكون في عون جميع الاسرى والمقاومه وينصرهم عن عديهم، وان شاء الله راح نتحرر بدون الايدي القادره ايدي الوطن العربي. بالدرجة وعقب على العرب ما اختلفناش، شو سووا شو بحطوا شو قيموا، حتى الان الواحد فيهم فتح فمه كلمة. لما غزة سووا هيك مش راح يرد ولا شيء، عارفين ليش؟ لأنه غزة بتذكروا في الذل والعار اللي هو فيه، إنه مش قادر يسوي ولا شيء له 60 سنة، مش قادر يطلع أسير واحد، غزة خلال 3 سنين كان بيطلع 700 أسير. برضه رجعوا يعتقلوهم، وقامت الحرب عشان الشغلة هاي واللي بصير في الضفة. مش راح ننسى إنه الضفة وغزة إيد واحدة، وشو ما صار وشو ما راح يصير، وشو مكان حزبك أو انتمائك أو العاثرة كنا نظل فلسطينية وإيد واحدة. قياداتنا ترغمنا على شيء مش راح نمشي معه ولا راح نرد عليها. في الآخر بحكي الله يصبر أهل غزة والله ينصر المقاومة. سلام.